الكلمة العربية، أنا لست عربية وأفتخر بهويتي الأمازيغية. من حقي أن أعيش في وطني كمواطنة أمازيغية. لا تعربني وتتحدثني عن العنصرية. أنا مواطنة أمازيغية ولي الفخر أن أكون أمازيغية. أتحدث العربية بأكثر عربية من العربي نفسه، وأقرأ القرآن أكثر من العربي الذي يدعي العروبة، وأحترم كل من يعيش معي، ولكن يجب أن يكون الشعور متبادل. إذ لم تحترمني كهويتي لا يمكن أن أقبل بك، وهذا لم يعد هناك. أريد أن أذكرك بكلمة شهيرة لمالك بن نبي بالنسبة للجزائر، قال: كلنا بربر عربنا الإسلام. لا فرق بين، وأنا لم أعرب، لست مستعربة، أنا أمازيغية إلى يوم هذا. العروبة ليست عنصرية، عنصرية هي ثقافة. كما أنت تتكلمين بالثقافة العربية. يمكن أن نتحدث بالعربية، يمكن أن نتحدث بالعربية، ولكن لا يمكن أن تقول لي أنني عربي. ليست عرقية ولا عنصرية. أنا أريد أن أقول لك لا تتحدثين عن لغة القرآن. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. لماذا تتحدثون عن الجزء وتتركون الآخر؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا آية، نحن نختلف عن العرب. نحن لدينا لسان خلقه الله لنا كما خلق لكم العربي، خلق لنا لسان أمازيغي، وأنا أفتخر بأمازيغيتي. لن أقبل يوما أن أكون عربية كما لن يقبل العربي أن يكون ما الذي يمنع